حاجات كتير سالتها امبارح كابتن حلمي، ولكن لقيت ناس كتيره بعد الحلقه كاتبه يعني ان انا جبنا الكابتن حلمي عشان ننوره وعشان نلمعه وعشان نخلي المجلس ياخد القرار ان هو يجي يستنى الكابتن حلمي. كلام طبعا يعني مش لاقي وصف اقوله قوي، لان احنا بنشتغل بمهنيه كبيره جدا. راجل الناس كلها بتتكلم على نادي الزمالك، يبقى مدير الفني بيخلص المباراه نساله وجايبينه نساله على كل ما يخص نادي الزمالك، كل الناس اللي كانت بتتكلم عليه وكان دايما انتقادات قلتها له متهيألي كلها، واعذرني لو كنت نسيت حاجه، لكن معظم الانتقادات اعتقد ان انا قلتها له امبارح بشكل، وكان راجل بيتكلم بشكل مفتوح وبيتكلم بشكل صريح جدا جدا. الموضوع ما فيش اي تطبيل ولا اي حاجه، الحدث هو اللي فرض الموضوع ان يبقى مدير فني موجود في مصر هنا بعد المباراه مباشره بعد يوم الاحد بيجيب المدير الفني. اعتقد ده حدث او ده يعني بيبقى سبق اعلامي مفروض يتعمل. وزي ما جبنا كابتن حلمي جبنا قبليه كابتن حسام حسن كذا مره هنا برضه، ساعتها الناس اللي ما كانتش بتحب الكابتن حسام كانت برضه بتقعد تقول انت جايبه عشان بتحبه وعشان تبين له شكله كويس. للاسف الشديد الناس دايما اللي بتشوفه بتحبه يبقى انت ضده، او اللي انت بتحبه وما بتحبوش يبقى يعني المشكله الموضوع شخصي بحت. لكن هنا بنتكلم بمهنيه، بنتكلم ان ما فيش حد يعني عمرنا هنا مثلا بتكلم كمجلس اداره نادي الزمالك واقعد اقول وجهه النظر مجلس اداره نادي الزمالك واحنا هنعمل ايه، يعني بجيب الناس وممكن الناس تشتم فينا يعني عادي، لان ده طبيعه البرنامج. كابتن حلمي طولان هو مدير فني نادي الزمالك، اكبر نادي في مصر ومن اكبر انديه مصر هو الاهلي، سبق اعلامي ان يكون موجود، ودي حاجه شرفنا بيها مع كابتن حلمي. واعتقد كان ناس كتير اتفرجت على اللقاء وشافت ان هو كل السؤالات اللي سالناه جاوب عليها. انت بقى كمشاهد عجبتك اللي هو قال واقتنعت بيه كويس، ما عجبتكش واقتنعت ان هو مش كويس وان ده غلط، خلاص هي قناعات. يعني انا بجيب لك المدير الفني المسؤول عن نادي الزمالك في الفتره السابقه، لان الراجل انا شايف انه اتهاجم كتير، بيتشتم كتير جدا، الناس بتنقده، وكان ليه عايز يرد بشكل او باخر وعايز يتكلم ويوضح وجهه نظر بشكل او اخر. لكن لا بنطبل ولا هطبل ولا عمري طبلت على حد ولا لحد ولا هطبل ان شاء الله لحد باذن الله، لان الموضوع مش مستاهل يعني مش مستاهل حاجه. الدنيا مش واقفه على الكوره مثلا دلوقتي، او على انك تجيب مدرب فهيقول كلمتين، او ان هو انت لازم تفرضه على حد. كلام يعني ابعد ما يكون عن هذا الشكل. لكن هي مشكله في تفكير الناس للاسف الشديد، بقى التفكير على طول عدواني، تفكير على طول ما فيهوش اي احترام، ما فيهوش اي تقدير للي قدامك. دايما عندك احساس على طول ان في لازم يكون في مصلحه، او يكون في حاجه شخصيه بينك وبين اللي جاي، او اللي انت عايز مصلحه من وراه في اي حاجه للاسف الشديد.